يتوافد اللاجئون يوميا إلى هذا المنزل في بلدة أيدومين اليونانية، ينادونها ماما. العجوز بنيوتا ذات الأعوام 82 تلقب بجدة اللاجئين في هذه المنطقة الحدودية مع مقدونيا. أخي ماما أخي. هرب براء مع أطفاله الثلاثة من الحرب في العراق، جازف بحياته وحياتهم في البحر بحثا عن ملاذ آمن. لما جينا رحبت بنا كل الترحيب وباصت الأطفال وقالت في أي وقت تجيبهم يجون يتحممون لما سمعت أمهم متوفي. تعرف بنيوتا جيدا معنى الخسارة، فقد خسرت منزلها في الحرب العالمية الثانية. كنت في 7 من العمر عندما احترق منزلنا، فقدنا كل شيء، لم نملك ملعقة أو خبزا أو ثيابا، كل ما بقي لنا هو لباس النوم الذي كنا نرتديه، 5 أطفال، لا ثياب لا شيء. في البداية كانت بنيوتا توزع الثياب والطعام على المارة من اللاجئين، ثم فتحت أبواب منزلها واستضافت 5 لاجئين ليعيشوا معها، وهي تطبخ لهم الطعام يوميا وتشاركهم الوجبات. تنفق بنيوتا من دعم أبنائها ومن معاشها التقاعدي البالغ 450 يورو. يعيش مع بنيوتا لاجئون من سوريا والعراق، عاشوا مدة شهر في البرد القارس قبل لجوئهم إلى منزل بنيوتا الصغير. بعض اللاجئين يأتون فقط للاستحمام أو لتناول الطعام. تغيرت حياتي بسبب وجودهم هنا، لم أعد وحيدة بل لدي صحبة، هذا كل شيء، نتحدث ونضحك رغم أننا لا نفهم بعضنا البعض. تقول بنيوتا إنها ستساعد اللاجئين ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. هم باتوا جزءا من حياتها، لكن وجودهم في بيتها حل مؤقت، وآلاف اللاجئين بانتظار حل دائم يضع حدا لمعاناتهم.